هو ليه الدولار بيزيد؟ ومين اللي بيحركه فعلا؟ كل شوية نسمع نفس الجملة. الدولار طالع تاني، الجنيه نازل. بس يا ترى هو الدولار ده بيزيد كده لوحده؟ ولا في حد ورا الموضوع؟ النهاردة إن شاء الله في قناتكم اقتصاد ببساطة هنفهم ببساطة ليه الدولار بيزيد ومين اللي بيحركه فعلا. بص يا سيدي، الدولار مش مجرد ورقة خضراء عليها وش رئيس دولة. الدولار هو عملة العالم كله، كل العالم بيتعامل بيه. ما دمت بتستورد يبقى لازم تتعامل بيه، يعني أغلب الدول بتتعامل بيه في التجارة، وده معناه إن الطلب عليه دايما عالي. بس السؤال ليه بيزيد أمام الجنيه؟ أول سبب وده الأساسي العرض والطلب. لما الطلب على الدولار يزيد وسعره في السوق بيقل، الطبيعي إنه يعلى. يعني مثلا لو الدولة محتاجة دولارات علشان تستورد أكل أو دواء أو بنزين أو قطع غيار، لازم تشتري بالدولار. ما ينفعش عملتها هي، لا الجنيه ولا الدينار ولا الدولار، لازم بالدولار. فلو الدولارات قليلة وسوق الاستيراد شغال، يبقى السعر هيعلى على طول. تاني سبب السياحة والصادرات، ودول لهم دور كبير. لما السياحة تقل أو الصادرات تقل، الفلوس اللي بتيجي بالدولار تقل هي كمان، والنتيجة مفيش دولار كفاية في البلد، فكل الناس تجري تشتريه علشان هيظنوا إنه هيرفع. فلما يشتروه كلهم كده سعره يعلى. وتالت سبب الاستثمار الأجنبي. لو المستثمرين الأجانب حسوا إن السوق مش آمن، ممكن يسحبوا فلوسهم بالدولار ويمشوا، فده يخلي الطلب على الدولار يزيد تاني ويغلى، والجنيه يضعف أمام الدولار. رابع سبب وده مهم جدا، الديون. لما الدولة يكون عليها ديون كتير بالدولار لازم تدفعها بنفس العملة، فكل فترة الحكومة بتحتاج كميات ضخمة من الدولار، وده بيضغط على السوق المحلي. أما خامس سبب المضاربة والسوق الموازي. ساعات في ناس بتستغل أي أزمة ويبدأوا يشتروا دولار بكميات كبيرة علشان يبيعوه غالي. يعني هو بيشتريه وهو رخيص، يقوم الدولار يقل من السوق، يقوم الدولار يرتفع، يقوموا هم يبيعوا. والسوق دي اسمها السوق السوداء أو الموازي، وده بيزود الفوضى ويخلي السعر الحقيقي يطلع أكتر من اللازم. طيب السؤال الأهم، مين اللي بيحرك الدولار بقى؟ الإجابة مش شخص واحد، اللي بيحركه هو الاقتصاد كله. الإنتاج المحلي زي السياحة والتصدير والاستثمار والدين الخارجي. يعني الموضوع شبكة كاملة، مش قرار من حد بعينه، لكن نتيجة لحركة بلد كاملة على حسب الاقتصاد بتاعها. طيب نعمل ايه احنا كأفراد؟ اول حاجة ما تخليش الدولار هاجس في دماغك، يعني ما تشغلش بالك بيه كل يوم. راقب الاسعار نعم، لكن ركز على انك تزود دخلك او تستثمر في حاجة تحافظ على قيمة فلوسك. تاني حاجة ابعد عن الشائعات، ما ترددش الشائعات عن موضوع الدولار كتير. في ناس بتكسب لما الناس تخاف وتشتري دولار، فما تساعدش في نشر الكلام ده. الدولار مش هو العدو الحقيقي، هو انك تكون مش فاهم اللعبة كويس. فلما تفهم الاقتصاد هتعرف ان دي لعبة فعلا، وهتعرف ازاي تتصرف وازاي تحافظ على فلوسك. من هنا دي خلاصة الكلام، حاول تفكر بعقل. لو الفيديو فادك ولو بشيء بسيط، دوس لايك واشترك في القناة، واستناني في الحلقة الجاية. كانت معاكم قناة اقتصاد ببساطة، افهم علشان ما تنخدعش. في امان الله.